حجز رجل أربعيني تذكرة طيران عبر شركة نورث ويست إيرلاينز، رحلة تحمل رقم 305 المتجهة من بورتلاند إلى سياتل الأمريكية. 24 من نوفمبر عام 1971 طائرة أمريكية من نوع 727 بوينغ مدنية تقلع من مطار ويست بوينت الأمريكي. تصل مكالمة عاجلة منها إلى المطار قنبلة على متن الطائرة. الطائرة مخطوفة ويطالب بفدية قدرها $200,000. صعد على متن الطائرة ليأخذ مكانه المخصص في المقصورة بينما هو جالس في الطائرة وطلب مشروبه المفضل. وبينما كانت الطائرة تحلق في الأجواء كان كوبر يلتفت يمنة ويسرة يبحث عن المضيفة. بعد دقائق اقتربت منه وأعطاها ورقة صغيرة وأخذتها المضيفة ووضعتها في جيبها دون أن تلقي لها بال. اعتقدت المضيفة أن كوبر رجل أعمال ويضع رقمه، ولكن بعد دقائق طلبها من جديد وطلب منها الجلوس بجانبه. طلب منها فتح الورقة وقرأت ما فيها واكتشفت أن كوبر بحوزته قنبلة. وليؤكد كلامه قام بفتح الشنطة التي